التاريخ لما كان بيتكلم عن اي جريمه سواء سرقه او قتل كان لازم يجي بعدها عقاب للمجرمين اللي نفذوها وازاي كانت نهايه جرايمهم. الا بقى الاتنين دول واللي قصصهم غريبه قوي، وبدل ما يتم معاقبتهم بجرايمهم كان بيتم مكافئتهم. وعلشان ما اطولش عليك كتير تعال نبدا باول قصه معانا واللي حصلت بعد نهايه الحرب الاهليه الاولى بانجلترا وتولي الملك تشارلز الثاني الحكم بعد ابوه الملك تشارلز الاول اللي تم اعدامه قبلها على طول سنه 1649. الله، طب وده مين اللي اعدمه؟ شعبه، بجد شعبه، وبالاخص اعضاء البرلمان بتوعه حكموا عليه بالاعدام يوم 27 يناير واعدموه يوم 30 يناير، وده بسبب ظلمه وتمسكه بالحكم. المهم انجلترا بعدها كانت عايشه في تدهور وانهيار، وحالات القتل والسرقه كترت، وكانت من اغرب عمليات السرقه ديت اللي قام بيها احد اخطر المجرمين في الوقت ده، وده على الرغم ان اجهزه الامن كانوا بيدوروا عليه، الا انه عرف يخدعهم وعمل خطه نجح بيها انه يسرق اغلى واهم الممتلكات الانجليزيه وقتها، وهي مجوهرات تاج الملك. ازاي بقى تاج الملك يتم سرقته؟ هقولك وقتها الملك ذات نفسه كان ممكن يتسرق عادي، وده كان بسبب التدهور اللي كانت بتعيشه البلاد. توماس بلاد هو بطل السرقه الاشهر بتاريخ انجلترا. توماس كان بيقود العمليه ديت املا في انه يحصل على ثروه كبيره ويخلع بيها بره البلد، وده بعد ما بقى واحد من اهم المطلوبين للعداله، وده من كتر الجرائم اللي عملها. والحقيقه هو كان في سبب تاني سري ما كانش بيقول عليه، وهو انه كان ضد الملكيين في الحرب الاهليه اللي مات بسببها الملك زي ما قلنا، فابنه كان عاوز ينتقم لابوه لما رجع للملك وراح ساحب من بلاد كل ممتلكاته. وللعلم الممتلكات دي كانت وقتها كبيره، فبلاد وقتها كان على الحديده، فقرر انه ينتقم. وصاحبنا بقى عشان ينتقم بدأ يقود العديد من محاولات الاغتيالات الفاشله ضد عدد من كبار الشخصيات الانجليزيه، وده خلاه الرجل الاهم المطلوب للعداله. ومن الشخصيات اللي كان عاوز يقتلها هو الملك شخصيا، وعلشان كده انجلترا وضعت مكافأة 1000 جنيه اللي يجيب راس توماس بلاد، وده بعد فشلهم من القبض عليه. بلاد بعدها يغيب لسنين ويظهر تاني سنة 1671 عشان يخطط لتنفيذ عملية سرقة مجوهرات تاج الملك، واللي سعرها ما كانش قليل وقتها، لدرجة ان الملك ساعد الدولة من ثروته الشخصية للحصول على مجوهرات التاج الجديدة، وده بعد سرقة المجوهرات الأصلية للتاج أثناء الحرب الأهلية. وعلشان توماس بلاد يقدر يسرقها عمل خطة، وهي انه ينصب على الحارس اللي بيحمي المجوهرات دي واللي اسمه كان تابلوت ادوارد، وده بعد معرفتهم ان المجوهرات دي موجودة بإحدى غرف قلعة لندن وان ده هو الحارس عليها. وعلشان كده توماس تقمص انه رجل غني وجاب احدى النساء عشان تلعب دور زوجته، وقعد يقرب من عائلة الحارس ده لحد ما في احد الايام عرض توماس على الحارس انه يجوز ابنه ببنت الحارس، وده طبعا اللي فرح بيه الحارس جدا. وبكده بلاد قرب من الحارس قوي، وبعدها باسبوع يحضر توماس بلاد ومعاه 4 اشخاص ادعى انهم من قرايبه بمنزل تابلوت ادواردز الحارس. واثناء انتظارهم لطعام العشاء عرض توماس بلاد على الحارس اصطحابهم لمشاهدة مجوهرات التاج، وهو الموضوع اللي وافق عليه الحارس ومن دون اي تردد. ولما وصلوا للمكان اللي فيه التاج هاجم توماس بلاد واصحابه على الحارس وضربوه وربطوه لمنعه من الحركة، وسرقوا تاج الملك وهربوا. ولكن لسوء حظهم ان السلطات الانجليزية عرفوا يقبضوا عليهم هو وكل المتهمين قبل ما يهربوا خارج البلاد. ولما كان بيتم التحقيق معاه توماس رفض انه يتكلم عن اي حاجة الا قدام الملك شخصيا، وراح فعلا للملك. توماس قال للملك ان قيمة التاج الاصلي وكل المجوهرات اللي فيه 6000 جنيه، لان الملك كان بيفهم الناس وقتها ان قيمته 100,000 جنيه. وراح مقرب للملك وقال له معلومات خلت الملك يسامحه ويعفو عنه، بل ان الملك انقذه من حكم الاعدام، وكمان اعطاه قطعة ارض، وكمان اعطاه شهرية 500 جنيه. انت ماسك على ايه يالا؟ اعترف. وده اللي زود استغراب حاشية الملك اللي شككوا في الاسباب الحقيقية. اغبياء، هما لو كانوا راقبوا بس الغرفة اللي تحت قصر الملك كانوا فهموا كل حاجة. ما تعرفش انت الغرفة اللي تحت قصر الملك دي بيحصل فيها ايه، وبالاخص الممر السري اللي موجود فيها، عشان اللي يخرج منها محدش يشوفه او يحس بيه. اتمنى نكون فهمنا الملك عفى عنه ليه. بلاد ده ما كانش سهل، كان بيراقب الملك اللئيم. وفي سنة 1680 مات توماس بلاد وهو غارق في الديون. السلطات الانجليزية راحت مخصوص عشان تفتح القبر بتاعه احتياطي اللي يكون زور موته عشان يهرب من الديون بتاعته، وده بسبب سمعته السيئة. وعشان كده في عالم الجريمة كل شيء مباح،
فجرائم القتل والسرقة والنصب اللي اعتدنا على سماعها بشكل دوري ممكن يصحبها حاجات أخرى لا يتم الكشف عنها إلا نادرا، وده اللي حصل في قصة صاحبنا التاني هنري شرير وقصة هروبه من سجن الشيطان ومن ثم العفو عنه. رجل العصابات واللي أصبح بعد كده الكاتب الشهير هنري شرير اللي ادعى إنه تعرض للاعتقال الخاطئ على جزيرة الشيطان اللي ما كانش ممكن تهرب منها، ولكنه عرف إنه يهرب. ولكن إزاي عرف يهرب من أحد أسوأ السجون في التاريخ واستطاع إنه يفوز كمان بحريته من الحكومة اللي ادعى إن هي سجنته أصلا في الأصل بالغلط؟ هنري شرير اتولد في جنوب فرنسا عام 1966 وسعى للإجرام من بداية حياته، فبعد فترة قضاها في البحرية بعد ما أنهى دراسته وقع شرير مع عالم باريس السفلي، وهناك أطلقوا عليه لقب بابليون بسبب وشم الفراشة الموجود على صدره. العصابة دي كانت عصابة صغيرة في العاصمة الفرنسية وكانت وظيفته فيها هي سرقة وفتح الخزائن، والقدرات دي خلته في مكانة كبيرة بالنسبة للعصابات المحلية. وبالرغم من كده لم تتم ملاحقة بابليون لحد ما في يوم من الأيام قتل أحد الأشخاص. هنا بقى هي نقطة تحول الحكاية، وعلى الرغم من كل أنشطته غير القانونية كواحد من رجال العصابات في باريس إلا إنه لم يتم القبض على هنري شرير إلا بعد قتل العصابات المحلية للقواد رونالد ليجراند في عام 1951. وادعى شرير البراءة في وفاة ليجراند وقال إنه كان ضحية وإنه ما قتلوش، وإن الشرطة الفرنسية لبسته القضية عشان يخلصوا من القضية ومنه هو كمان. ولكن بالرغم من كده اتحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وكان بيقضي العقوبة في سجن قاين اللي موجود فيها مستعمرة السجون الفرنسية. ولكن شرير ما كانش عنده نية البقاء محبوس هناك، فسعى للهروب أكتر من مرة، وده اللي خلاه صاحب شهرة كبيرة وقتها. وفعلا استطاع أن يهرب للمرة الأولى بعد 3 سنوات من المحاولات الفاشلة، عشان بعد ما يهرب يلاقي نفسه داخل غابة كثيفة وفيها قبائل عاش معاهم كذا سنة عشان يرجع بعدها تاني لباريس. ولكن السلطات الفرنسية تتمكن من القبض عليه. تعالى يا هنري، ده احنا كنا مستنيينك. ووقتها قرروا حبسه انفرادي لمدة عامين في جزيرة الشيطان سيئة السمعة. وتعالى اقول لك ايه السبب. السجن ده ما كانش محصن باسوار عالية لانه لم يكن فيه حاجة ليها، لانهم كانوا بيحذروا السجناء اللي ممكن يفكروا في الهروب بان السجن محصن بشكل لا يتخيلوه. وكانوا بيقولوا للسجناء انهم عندهم 2 من اندر الحراس وهم الغابة والبحر، ولو ما اكلتكش اسماك القرش فهياكلك الاسود اللي موجودة في الغابة اللي هناك دي، ولو هربت فهترجع تتوسل علينا للعودة. وقتها بقى هتتعاقب بشدة، وفي كل مرة هتحاول فيها الهروب هتحصل على عامين اضافيين كهدية على محاولتك الفاشلة للهروب يا فاشل. والمحاولة التانية بقى للهروب هتجلب لك 5 سنين زيادة. ومع ذلك صاحبنا اراد انه يهرب لانه نجا بالفعل وتمكن من العيش في الغابة قبل كده، وراهن انه يستطيع الهروب تاني. راهن مين؟ المساجين اصحابه. وبشكل عام حاول هنري شرير انه يهرب قبل كده 7 مرات ولكنه فشل. انت فاهم السنتين بتوعه دول بقوا كام سنة بعد كل المحاولات الفاشلة ديت؟ ولكن بقى المحاولة التامنة نجحت، وبمجرد خروجه ابحر في مية مليئة باسماك القرش، ورغم كده نجا من كل تلك الامور. وفي عام 1945 هبط في فنزويلا، وهناك استقر واتجوز وحصل على جنسية البلد. وعاش هنري شرير في فنزويلا حياة طبيعية نسبية، واشتغل بضخ الغاز واكتشاف الذهب. وفي إحدى الليالي كان في ملهى ليلي وهو في سن 63 وقرأ كتاب لألبرتين سيرزين، وهي كاتبة فرنسية وكان كتابها ده هو الأكثر مبيعا، فألهمه الكتاب بفكرة جديدة وهي الكتابة. ومن هنا بدأ شرير في الكتابة، ووقتها كتب مجلدات كتير وأرسل المجلدات ديت لناشر فرنسي، وكانت عبارة عن كتاب بابليون اللي قال شرير إنه صحيح بنسبة 75%. وفي نشر المغامرات اللي مر بيها في السجن وروايات هروبه، إلى إن الباحثين المعاصرين بيعتقدوا إن شرير ما كتبش كتير من محتوى الرواية دي، بل إن السجناء التانيين دي كانت قصصهم وهو خدها منهم. إلى إن 700,000 نسخة من الكتاب تم بيعها في الأسابيع العشرة الأولى فقط، وده بعد نشرها في سنة 1966. وتم تحويل قصته إلى فيلم، ثم أصبح الفيلم الأكثر مبيعا في عام 1973. وفي الفيلم ده كان فيه كتير من فرص الموت لشرير وسط محاولات الهروب المختلفة من السجن. الفيلم ذات نفسه اتعمل منه أكتر من نسخة وأكتر من عمل، وكانوا كلهم بينجحوا نجاح كبير، وده في السنين اللي فاتت بس. وبعد ما أصبح شرير مشهور صدر ليه عفو في عام 1970. المسؤولين الفرنسيين سمحوا ليه بالعيش مرة تانية في فرنسا، سمحوا له بالعودة مرة أخرى لباريس. وبس كده، دول كانوا قصتين أغرب من بعض المجرمين تم مكافأتهم في النهاية.